وطبعا كمان سمعت ان التوينز انت كنتي بتزقيهم وتقعدي تقولي لهم قولي لها يا رامي، قولي لها مش عارفه ايه، على اساس ان انا يا وليه بغل من رامي مثلا. ده ولا بيفرق معايا. خرتيتا انت كلبه، وانا مش شايفاكي غير كلبه بتهوهوي على اسيادك زيك زي اي كلبه هوهوت عليا في حياتي. عارفه يا خرتيتا، انا عمري ما هوهو عليا في حياتي واتكلم عليا في شرفي واتكلم عليا في اي حاجه حتى في حياتي الحقيقيه الا ناس قد كده هم شايفين نفسهم ان هم انا مش معبراهم، ودول كانوا بيتكلموا عليا عشان شايفين ان انا احسن منهم. انا عمري يا خرتيتا يا بزو ما في راجل دخل حياتي وخرج واتكلم عليا بالعاطل، تخيلي. ودخل حياتي رجاله كتير قد كده يا وليه، سواء حب سواء ارتباط سواء ناس متقدمه لي عايزه تتجوزني كتير سواء صداقه. عمر ما في راجل قرب مني واتكلم عليا، ما اتكلمش عليا غير النسوان المغل. وعمر ما في واحده دخلت حياتي واتكلمت عليا بالعاطل وصاحبتني كانت صاحبتي كده وبتحبني. بالعكس عمر ما في واحده بتحبني واتكلمت عليا بالعاطل. وحتى اللي صاحبوني واختلفنا مع بعض لمجرد اختلاف وجهات النظر، لمجرد ان انا شخصيتهم مش عاجباني، وانا شخصيه بتحب تمشي كلامها من الاخر. انا شخصيه قياديه بتحب دايما، يعني انا اصحابي اوكي بتشربوا مثلا حاجه مش عاجباني ما تشربوش وانا قاعده، عاجبكم عاجبكم مش عاجبكم اتكلوا على الله. هو انا كده بيعملوا حاجه مش عاجباني ما تعملوش وانا قاعده، عاجبكم عاجبكم مش عاجبكم اتكلوا على الله. حتى اللي اصحابي اللي قطعت معاهم عمرهم ما اتكلموا معايا او عليا بكلام وحش، بالعكس لما يذكروني من ظهري يذكروني بالخير. ما بتذكرش في الناس اللي هي بتحبني الا بالخير. اما الناس القذره دي انا اصلا مش شايفاهم زيك كده تماما. ففكره ان انت تقولي لحد يقول لي يا رامي، يقول لي يا متحوله، يقول لي يا مش عارفه ايه، هو انا اصلا كده عشان تضايقني يعني؟ اوبجكشن. في ناس بتسال بتقول لي هو ايه بدايه المشكله مع الوليه دي؟ بدايه المشكله مع الوليه دي ان انا كنت معاها في شات، فشفتها لما طلعت الناس من الشات من عندها، بنات موجودين عندها، بنت وولد موجودين عندها، ان كانوا هم وحشين بس اول ما طلعوا هي اتكلمت عليهم. فطبعا انا مش فارق معايا اذا كانوا هم وحشين اصلا ولا كويسين، هي اتكلمت عليهم في شرفهم، برغم ان هم كانوا واقفين معاها يعتبروا داعمين ليها. وكان من ضمنهم احمد الصباحي ده اللي هو اكتر واحد كان بيعمل لها اكونتات واكتر واحد كان بيعمل لها جروبات. دي جربوعه، دي لا كان عندها جروبات بتاعتها ولا كان عندها بتعرف تعمل اكونتات ولا اي حاجه، كانت بتاخد الاكونتات من الناس. يعني اكونت ناتالي كمان يا توينز اللي انتوا بتقولوا عليه ده، اكونت ناتالي كان شيرين كان صحيح هي اللي عاملاه، ولكن هي لما اديتهولها شيرين خرجت بكل حاجه تخصها منه، ما بقاش بتاع شيرين، اديتهولها وخلاص. لان هي الخرتيته دي ما كانتش بتعرف تعمل اكونتات اصلا، الصباحي كان بيعمل لها اكونتات. فانا استغربت بيها، انت بتتكلمي عن الناس اللي موجوده عندك وبتتكلمي وبتسب في الشرف على طول. انت بتسبي في الشرف على طول. انت عارفه يا خرتيته انت ليه بتسبي في الشرف على طول؟ عشان انت مفضوحه، عشان انت متهكه شرفك، فعايزه كل الناس يبقى زيك. بس عمرك ما هتفلحي الناس كلها تبقى زيك، لان دي شخصيتك انت اللي كده، انت اللي مش عايزه تغيري، انت اللي بتشوفي نفسك بتكسبي فلوس من ورا الكلام ده. اما احنا مش هنكسب حاجه لما تتكلمي علينا يا وليه في شرفنا، واحنا ما فيناش الكلام ده. احنا ما بنكسبش بشرفنا او ما بنشتغلش بشرفنا، او ان احنا مش بنشتغل بفتح رجلينا يا وليه. ده انت يا وليه هاريه نفسك يخرب بيتك. فالمهم لما خرجت من عندها بدأ بقى الحوارات، وبدأوا بقى ايه يحاولوا ان هم ايه ينكشونا. اول حاجه شهروا باختي روفان، حطوا صوره اختي روفان مع واحده صاحبتها وقاموا ايه مشهرين بيها، قطعوها كده وقاموا ايه مشهرين بيها. طبعا انا مهما كان خلافي مع اي حد مني استحاله اقبل ان هو يحصل له حاجه. فقمت طخي بديت بقى طلعت مسرح، وانا لما بطلع مسرح بصراحه ما بنزلش، لازم اقضي على عدوي وافشخه واخلي جرسته على كل لسان، وما بكلش ولا بمل، وعندي قدره وصبر رهيب يخليني افضل لغايه لما اجيب تحت عدوي تحت رجليا بدل المره 10. واللي بيعاديني ما بستكفاش من حقي، ما باخدش حقي مره واحده، انا باخد حقي ولفات المرات، لان انا عارفه نفسي كويس قوي. المهم ايه، قبل ما كانوا يعملوا كده انا دخلت حذرتهم وقلت لهم اي تشهير او اي حوارات استحملوا ما يجيكم مني. هي طبعا ايه قالت لك رانيا هاديه، انا هاديه بطبعي يعني، وكنت حتى في الشات كنت اقعد احب اهزر واضحك ومش عارفه ايه. فهي ما كانتش تعرف الخفايا من شخصيه رانيا، ما كانتش تعرف ان رانيا اصلا شافت كتير. رانيا كتر الجروبات اللي بتعملها وكتر الجروبات اللي بتدخلها، ورانيا قديمه في الفيسبوك، وبدل قصه التشهير 1000 قصه، وبدل الاكونت طلي اكونتات كتير. انا طالع لي اكونت عليه 250,000 في وقت ما كانوا الاشكال دي كلها
اصلا ما كانش عندهم اكونتات في الفيس، وطاير لي اكونت فيه 30,000 وطاير لي 15,000، وهو اللي بيفرق معايا. طير يا عم واعمل جديد، ايه المشكله؟ صوت الحق بيوصل ولو بعد حين. صوت الحق اعلى صوت في الدنيا، وانا صوت حق. المهم بدأت التشهير، وبدأت قصة التشهير، وبدأ بقى طبعا ايه برضو زي اللي بيحصل دلوقتي، زق كلابها اكونتات فيك وبتجات فيك وكل حاجة، نفس السيناريوهات اللي بتحصل دلوقتي. لغاية لما جينا في يوم في راس، كنا قبل وقفة عرفات، كنا ليلة وقفة عرفات. سبحان الله، ربنا بيسلطهم ان هم يعملوا الحاجة الوحشة قوي علشان ندعي عليهم من قلبنا. يبقى الموضوع ما كناش واخدين الموضوع مجرد ايه السوشيال ميديا، لا ده انا هدعي عليك وانا صايمه او الكلام ده، فربنا هيجيب لي بعد دعوتي دي جبر يتعجب له اهل الارض والسماء. المهم في ليله وقفه عرفات دي لقيتنا رساله على بيدج من بيدجاتي، رساله وحشه قوي وشتيمه بقله ادب ومش عارفه ايه، ففراس كان باعتها على اساس ان انا انزلها، فيقوم هو عامل عليها بلاغ يقوم مطير لي البيدج. فانا اليوم ده كنت اصلا ايه مش عارفه ان بكره وقفه عرفات، انا فاكره ان بعد بكره وقفه عرفات. فلقيت واحده معايا من الادمن واحنا بنتكلم، رانيا هو انت صايمه بكره؟ قلت لي نهار اسود، ده بكره وقفه عرفات وكان فاضل ايه على الفجر حاجات بسيطه. قلت لهم انا كده كده اوريدي ما بتسحرش، مش مشكله، انا كل اللي هعمله هشرب ميه. وساعتها الرساله دي كانت موجوده، وقعدنا كنا احنا قاعدين بنتكلم ونتناقش فيها. فقلت لهم احنا هندعي اول ما ننوي الصيام، هندعي عليهم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، اللهم شتت شملهم وافضحهم فضيحه يتعجب لها اهل الارض والسماء عاجلا وليس اجلا. ماشي تمام كده. وقعدنا ندعي وقفلنا المكالمه، وانا فضلت ادعي الليله دي لغايه لما عينيا غفلت، لغايه لما نمت. وصحيت بعدها وايه بقى ده، انا طبعا ايه عادي قضينا الايام بتاعتنا عادي ومفيش حاجه. بعد 5 ايام بالظبط من العيد الكبير، وبدات ايه بقى، في حد جه قال لي ده فراس عايز يتكلم معاكي، ده مش عارفه ايه 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 ايه. فبديت اتكلم مع فراس، لان انا برضو شايفه ان هي اللي زباله، هي اللي زق علينا الناس دي. مهما كان فراس فهو واحد من اعضاء العصابه بتاعتها. انا زي ما بتعامل مع الاشكال الوسخه اللي موجوده معاها دلوقتي، نفس الكلام ده كنت بتعامل معاه في 2019. انتوا مجرد ديول، فكل اللي عندها دول ديول هي اللي بتحركهم. فبديت اتكلم انا وفراس، طبعا هي كانت في الوقت ده برضو ايه فاكره نفسها ان هي اللي زق عليا فراس، وكانت حتى تقول لهم في الشتات ده انا زق عليها فراس عشان يجيب منها معلومات، وهي ما تعرفش ان انا اذكى مما تتخيل هي. انا اهلي يا وليه ما صرفوش عليا في التعليم وسفروني هنا وجابوني من هنا عشان تيجي واحده زيك امعه تضحك عليا. انا اذكى مما تتخيلي. ماشي. فالمهم طبعا ايه كنت انا برضو شاكه في فراس، لغايه لما فراس بدا يثبت لي حسن ولائه لناحيتنا، وان هو فعلا حصل عنده حاجات فخلته ان الحاجات دي يبص للموضوع من زاويه تانية، هي ليه بتعمل كده، وان هي فعلا بتاذي الناس، وهي فعلا اللي بتشهر بالناس. وبدا فراس يحكي. في الوقت ده هي غلطت غلطه بشعه عشان الفلوس برضو. في واحده اسمها اكرام، ولا كانت بتعمل لها حاجه ولا كانت بتعمل لحد حاجه. اكرام دي كانت سعوديه ملهاش في الطرق ولا في الطحين، وفعلا كانت غلبانه جدا. بس اكرام كانت بتطلع على الجروبات ترقص تهزر مش عارفه ايه، دي طبعا كالعاده الوسخه بتاعتها بتسحب الفيديوهات بتاعت الناس. كانت سحبه فيديو الاكرام، طبعا اكرام سعوديه يعني ماني كتير الريالات. طبعا هي حاولت تتقرب لاكرام دي بما فيه الكفايه، اكرام ما كانتش بتعبر. جت اكرام نزلت مصر وقابلت حد تقريبا من دندشه، وطلعوا مع بعض اتكلموا وشافوا الهدايا بتاعتها ومش عارفه ايه. دي الغل كلها ايه ده، انا منبنيش من التورته جانب. المهم طبعا ايه قامت راحه بدات تعمل قنوات، انا كنت بروق عليها على قنوات اليوتيوب. عملت قنوات شهرت فيها ببنات دندشه، وعملت قنوات شهرت فيها بنفسها وحطت معاها اكرام، وجت تديها لواحده من الادامن بتوعها. الادامن بتوعها قالوا لها ايه ده انت حاطه اكرام ليه؟ لا اكرام ما عملتلكيش حاجه مش عارفه ايه، يا اكرام ضايقتك، طب ورانيا وماشي. قاموا دول منسحبين وقاموا جايين لي على طول. حطيتهم، كنت بحطهم في حاجه اسمها الخندق، حطيتهم في الخندق وبداوا بقى يطلعوا الشتات وبداوا يبعبعوا بكل حاجه. طخي تخي تخي تخ. كل ال15 اللي كانوا معاها، هي ما بيبقاش معاها اكتر من نفرين وطفايه، كل النفرين والطفايه اللي كانوا معاها طلعوا بقى عندي. ما بقاش معاها الا اللي هي ماسكه عليهم، واحده زي مروه بتاعت الصعيد، واحده زي شيمو، وطبعا صاحبتها، وكان شيرين اللي مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه، وبس. وهم دول اللي فضلوا معاها والباقي خرجوا.
طحنتها